اول ما يدخل علينا شهر رمضان بنتسأل اسئله كتيره جدا، منها اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار ولا قبل السحور ولا ما اتمرنش خالص. تابع معايا الفيديو ده للاخر عشان هفهمك كل حاجه في رمضان. اول حاجه هنتكلم عن الناس العاديه. لو انت شخص مش بتلعب رياضه خالص وعاوز تحافظ على نفسك وتحافظ على جسمك وما يزيدش، من الافضل وقت وجبه الفطار لازم تكون الوجبه بتاعتك غنيه بالكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحيه، وتكون الوجبه حجمها صغير. بمعنى لو انت بتاكل 20 معلقه رز مثلا، خليهم 10 معالق. اي زياده في الاكل مره واحده جسمك هيزيد دهون بشكل سريع. وعشان تبقى فاهم، جسمك في الشهر ده بالذات ممكن يزيد من 2 كيلو ل 3 كيلو دهون. وتبعد عن السكريات والحلويات والمشروبات الغازيه، عشان السكريات والحلويات في الوقت ده بتكون سريعه الامتصاص وبترفع الانسولين بشكل كبير، وده هيسبب زياده كبيره في تخزين نسبه الدهون في جسمك. وفي الوقت ده لازم تشرب كميه ميه كبيره عشان تقدر تعوض كميه الميه المفقوده من جسمك على مدار اليوم، لان جسمك بيحتوي على من 60 ل 80% منه ميه، لان الميه هي اللي بتنقل العناصر الغذائيه اللي انت بتاكلها على مدار اليوم، وتعتبر هي اهم عنصر في جسمك. شرب الميه الكتير بيحافظ على نشاطك ولياقتك طول اليوم. نيجي بقى للنوم، ودي اهم نقطه. معروف في العالم العربي ان في وقت رمضان بالذات بتكون الاجواء فيه جميله جدا، وكتير مننا بيسهر بالليل، يعني النوم فيه قليل، وده بيسبب قلق وتعب ومجهود بدني كبير على مدار اليوم، لان النوم في وقت الليل ده مهم جدا على جسمك. وكتير مننا بيأثر في وقت النوم في رمضان بالذات، وبيبقى عنده اعتقاد ان هو هيعوض فترة النوم دي في النهار، وده اكبر غلط. لسبب لان وقت الليل جسمك بيفرز فيه هرمون النمو، وده بيبقى افضل وقت ليه. نيجي بقى للرياضيين، وخاصة لاعب كمال اجسام. لاعب كمال اجسام في رمضان بيواجه شبح خسارة العضلات، وكلنا كرياضيين بنواجه المشكلة دي عشان وقت الصيام، لأن عضلاتك بتبقى محتاجة تغذية طول الوقت، والصيام لوقت كتير بيزود تكسير البروتين في العضلات. بتبدأ الأحماض الأمينية تتكسر عشان تتحول لجلوكوز، وده شيء طبيعي. وهنا السؤال، إزاي أواجه خسارة العضلات في فترة الصيام؟ علم التغذية بيقول ان انت في الفترة دي اول ما تيجي تفطر لازم تمد جسمك بالعناصر الغذائية المختلفة، زي الكارب، البروتين، الدهون الصحية، لانها في الوقت ده بتبقى سريعة الامتصاص. والافضل تكون في شكل مكملات غذائية زي الفيتارجو او الايزوليت او الهيدروي، لسبب لان دي افضل المكملات اللي جسمك بيقدر يمتصها بشكل سريع. وفي الوقت ده لازم تكون وجباتك خالية من اي نوع دهون ضار على جسمك. وجبة الفطار للاعب كمال اجسام مهمة جدا في الوقت ده، عشان بتمد الجسم بالكارب والبروتين والعناصر الغذائية اللازمة، وهي اللي هتخليك تتمرن بقوة وقت التمرين. ولازم وقت وجبة الفطار لازم تحتوي على دهون صحية، عشان الدهون الصحية بتاخد وقت شوية في الامتصاص، وهتمد وقت التمرين معاك شوية. نيجي بقى لوجبة بعد التمرين، لازم تكون خالية تماما من أي نوع دهون ضارة على الجسم زي ما فهمتك، عشان تكون سريعة الامتصاص. باقي الوجبات نعمل فيها ايه؟ تحاول تقسمها على وقتك خلال اليوم، وتقسمها حسب جدول السعرات الحرارية بتاعك. ومن الأفضل يكون في الوقت ده وجباتك كلها بتحتوي على عناصر غذائيه سريعه الامتصاص. يجي بقى لسؤال مهم من بعض اللعيبه، يا كوتش طب انا في فتره ضخامه او في فتره تنشيف ومش عارف اقسم سعرات الحراريه. هنا هنقسم التغذيه لقسمين، وبيكون الهدف فيها حسب احتياج اللاعب نفسه. يعني لو انت في فتره الضخامه بتزود من 200 ل 500 سعر حراري، ولو انت في فتره التنشيف بتقلل من 200 ل 500 سعر حراري. واغلب اللعيبه بتستنى الوقت ده بالاخص عشان تغير من شكلها ومن شكل العضلات بتاعتها، على عكس اللاعب اللي بيزيد في شهر رمضان بيبقى الموضوع صعب معاه شويه عشان الوقت. كتير من اللعيبه المبتدئين او المحترفين بيبقوا خايفين من دخول شهر رمضان بسبب خساره العضلات، ودي معلومه غلط. لازم تغير فكرك عنها، لان ده افضل وقت تقدر تحمي فيه نفسك غذائيا وتقدر تخطط لهدفك صح. الفكرة كلها من وقت رمضان ان انت تقسم وجباتك بشكل جيد. كلنا عارفين ان في وقت رمضان الوقت بيبقى قصير جدا، ووقت الصيام بيبقى طويل، وهنا في الوقت ده مش هتقدر توفر لجسمك 5 وجبات في اليوم. وهنا ممكن تقلل في عدد وجباتك وتزود في حجم الوجبة شوية. بمعنى لو انت جسمك محتاج 3000 سعر حراري في اليوم، ممكن تدخل وجبة بتحتوي على 1000 سعر حراري. هو الموضوع هيبقى صعب شوية، بس ركز معايا في الفيديو عشان هقولك ايه الخطوات اللي تقدر تتبعها باسلوب صح. هيبقى الموضوع صعب شويه على المعده، وفي الوقت ده جسمك مش هيبقى واخد على كده، ولكن لو عملت اللي انا بقولك عليه ده في خلال 10 ايام جسمك هيبدا يتعود على 1000 سعر حراري في كل وجبه. هقولك على فكره سحريه تقدر تعملها
تتفادى مشاكل المعده وتتفادى عدد السعرات الحراريه اللي في كم الوجبه اللي انت بتاكلها. ركز معايا في الفيديو، انا نزلت الفيديو ده في الوقت ده عشان الحته اللي انا هكلمك عليها دي دلوقتي. هتغير جدول وجباتك قبل دخول شهر رمضان ويكون كالاتي: لو انت بتاكل 5 وجبات هتخليهم 6 لمده 6 ايام، ومن 6 وجبات هتخليهم 5، ومن 4 وجبات ل3 وجبات قبل شهر رمضان بيومين. وهنا جسمك هيتعود وهيساعدك على ان انت تتفادى مشاكل المعده وتتفادى عدد السعرات الحراريه اللي انت شايفه في كل وجبه زياده عن الحد اللازم. ولازم تكون وجباتك بدايه شهر رمضان تكون بتحتوي على عناصر غذائيه خفيفه على المعده زي الخضار لسهوله هضمه، ولازم يكون في اول وجبه عشان غني بالالياف وهيديك احساس بالشبع طول اليوم. واهم حاجه في التغذيه زي ما قلت لك هي الميه، لسبب عشان هنا جسمك لو فقد عنصر الميه هتحس بارتخاء وتقلص في العضلات، خاصه في اول فتره في رمضان عشان عضلاتك ما تفقدش نسبه الميه اللي جواها، لان احنا اكيد عارفين ان الميه بتمد جسمك وعضلاتك بالعناصر الغذائيه اللازمه زي الصوديوم والبوتاسيوم، واي خلل في العنصرين دول بالذات هيحصل كرامبات وتقلصات عضليه شديده. نقص الميه هيأثر على جسمك بشكل كبير وهيأثر على عضلاتك خاصة في شهر رمضان. نيجي بقى لوقت التمرين، لازم يكون التمرين بتاعك تكون الشدة بتاعته عادية أو متوسطة بعيد عن البرامج القوية، يعني ما ينفعش تلعب سوبر ست أو دروب ست عشان العناصر الغذائية في الوقت ده بالذات ما بتكونش متوفرة وبتكون ناقصة في جسمك. وهنا لازم تفهم ان البرامج القويه بتحتاج كميه كبيره جدا من الغذاء عشان تقدر تعمل ريكفري للعضلات ولجسمك بشكل عام، والبرنامج بتاعك في الوقت ده يكون قائم على التمارين الاساسيه وبس، يعني من 4 ل 6 اشكال للعضلات الكبيره ومن 4 ل 5 اشكال للعضلات الصغيره في 3 دخلات، وتكون الاوزان في الوقت ده عاديه او متوسطه، وتكون فتره الراحه في الوقت ده من 45 ثانية ل 60 ثانية، ويكون تمرينك متقسم في الوقت ده على مدة أقصاها 4 أيام. والهدف من تمرينك في الفترة دي هو الحفاظ على الكتلة العضلية، لسبب لأن في الفترة دي صعب جدا إن أنت تطور من عضلاتك. إيه الوقت المناسب للتمرين في وقت رمضان؟ يا إما بعد الفطار بساعتين أو ب3 ساعات. ما تحاولش تتمرن قبل الفطار عشان هنا الجسم بيكون خالي من المية، ولو فكرت تتمرن قبل الفطار هيحصل على جسمك نتائج عكسية هتخسر عضلاتك. نظام التمرين في رمضان لازم يختلف اختلاف كلي عن اي برنامج تدريبي تاني في الايام العاديه، يعني لو انت بتتمرن عضلتين من الافضل ان انت تتمرن عضله واحده بس. سؤال مهم جدا: لو واحد ما عندوش وقت ان هو يتمرن بعد الفطار والوقت الوحيد اللي فاضي فيه هو قبل الفطار، ممكن يتمرن قبل الفطار ب 45 دقيقة ويكون موفر لجسمه كل العناصر الغذائية الكاملة اللي أنا اتكلمت عليها على مدار اليوم. ومن الأفضل إن هو يتمرن يوم بعد يوم، لأن أنا ما انصحش إنك تتمرن قبل الفطار إلا في حالة واحدة بس، إن أنت تكون موفر لجسمك العناصر الغذائية اللازمة. نيجي بقى لتمارين الكارديو في رمضان. بالنسبة للاعب كمال أجسام لازم يقلل من تمارين الكارديو في شهر رمضان، لسبب عشان السعرات الحراريه في جسمه بتكون قليله، ودي حاجه مش كويسه للاعب كمال اجسام بالذات. لكن ممكن يلعب الكارديو مره واحده في الاسبوع عشان يقدر يحافظ على لياقته اثناء شهر رمضان ويحافظ على نشاط القلب. نيجي بقى للشخص العادي اللي مداوم على الجيم بشكل كبير وعاوز يقلل في نسبه الدهون في جسمه، وده يعتبر افضل وقت يقدر يفقد وزنه فيه بشكل كبير، خاصه لو هو عامل نقص في السعرات الحراريه. يقدر يلعب كارديو كل يوم عادي سواء قبل الفطار بساعه او بساعتين. نيجي بقى لوجبه السحور. وجبه السحور مهمه جدا، لازم تحتوي على مصدر بطيء الهضم زي بروتين الكازين، وده متوفر بشكل كبير في منتجات الالبان. وما تنساش تشرب ميه اثناء التمرين وبعد التمرين وقبل التمرين لحد ميعاد السحور. لازم تقسم وقتك في رمضان صح عشان تقدر تخرج منه وانت محافظ على عضلاتك، وتستخدم الاوميجا 3 والمالتي فيتامين وتوفر لجسمك كل المعادن اللازمه. ويفضل توفر لجسمك بعض المكملات سريعه الهضم زي الفيتارجو والايزوليت او الهيدرووي، عشان المكملات اللي انا قلت عليها دي سريعه الامتصاص. وما تنساش في وقت رمضان بالذات تاخد بالك من نسبه الملح اللي داخله جسمك، راجع حلقه الملح. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.